سلام البنات، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم نتقاسم معكم كيكه بالكريمه اللي كتجي بنينه وسهله. كنحتاجو قبيصه الملحه مع جوج ديال البيضات وكاس ديال السكر سنيده. كنطربوا هادشي مزيان بالفوي حتى كتذوب لنا هذيك السنيده وكنتحصلوا على واحد القوام اللي كيجي هكايا متجانس. وغادي نضيفو نص كاس ديال الزيت النباتيه اللي كنضيفوه هكايا بالتدريج، وحنايا مستمرين في التحريك بهذا الشكل هذا. وغادي نزيدو كاس ديال الحليب، المكونات كامله تكون بدرجه حراره المطبخ. وغادي نزيد واحد الساشي ديال الفاني اللي كنت انا غادي ننساه. وغادي نعاود نحرك هكا واحد التخليطه خفيفه. وغادي نضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق فغادي تهز لكم جوج ديال الكيسان حتى لجوج الكيسان وربع ديال الدقيق. كنغربلوه وكنزيدو جوج ديال الخمارات حمرين وكنخلطوا هادشي مزيان. وكنزيدو الكاكاو والمر جوج ديال الاكياس. وغادي نعاودو نخلطو هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان بهذا الشكل هذا حتى كنتحصلوا على القوام ديال الكيك العادي. وغادي نزيدو معلقه ديال الخل صافي، وهذا هو القوام ديال الكيك ديالنا. غنجيبو واحد المول اللي غادي ندخلوه للفران، فكندهنوه بشويه ديال الزبده وكنرشوا عليه الدقيق. كنخويو فيه الخليط ديالنا وغادي ندخلوه للفران من الفوق لتحت حتى كيطيب لينا. وغادي نخرجوه. بقاو معايا حتى لتالي الفيديو باش نحضروا الكريمه حتى هي. هنايا من بعد ما طابت لينا كيف كتشوفوا معايا فكيخرج الكيردون ناشف. غادي نقلبها وغادي نخليها تبرد. هنايا البنات راها باقا سخونه صافي، غادي نخليها على جنب تبرد. وغادي ندوزو باش نحضروا الكريمه اللي غنحتاجو فيها 3 ديال الكيسان عامرين ديال الحليب مع 3 ديال المعالق ديال السكر سنيده. وغنزيد واحد الساشي ديال الفاني وواحد الساشي ديال الفلون بالنكهه ديال البنان اللي كيعطيها واحد المذاق رائع، واحد النكهه مميزه. وغادي نزيدو هنايا كريم باتيسير. غادي نزيدو جوج ديال المعالق حتى ل3 ديال المعالق. هنا غادي نزيد 3 ديال المعالق، يعني درت 3 ديال المعالق. وغادي نحركو هادشي على البارد مزيان، ثم غنديوه على نار اللي كتكون متوسطه حتى كيعقد لينا الكريم. عفوا حتى كتعقد لينا الكريمه بهذا الشكل هذا صافي. وغادي نخويوها في هاد الحفره هادي وغادي نخليوها حتى وكنتبرد وتشد في راسها. وكنزينوها على حسب المتوفر عندنا في الدار. انا درت شويه ديال الفويتين هكا في الجوانب اللي كيعجبني انا الصراحه باش نزين بيه الكيكات. وكان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه ديالنا. شوفوا ليا البنات ما شاء الله كتجي خفيفه وهشيشه وكتهرس هكا وكتذوب في الفم. الا وصلتي حتى لهنا حبيبتي فما تنسانيش ما تنسينيش بواحد التعليق وكذلك بواحد اللايك وتبارطاجي الفيديو مع اصدقائك وعائلتك وحبابك باش هكا تكبر العائله ديالنا. وكان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى يكون نال استحسانكم واعجابكم. والسلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.